بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد البواخة بتاعة الأكيوت كوروني سندروم والجرعات والجايد لاينز السخيفة الرزلة، صدقوني يا جماعة، المواضيع حتى التقيلة عليكم في المذاكرة بتبقى تقيلة عليا في الشرح أنا كمان. يعني عارف أنت إن إحنا بنحب الحاجات دي السالكة والحاجات دي، بس للأسف الحاجات يا جماعة بتاعة الكارديولوجي، الحاجات بتاعة الاندوكراين، هو مناسبة طبعا الطب كله يعني، بس بكلمك في حاجات لازم تمشي بالمسطرة. في حاجات يا جماعه لازم تمشي بمسطره كتير. الاندوكراين، كل موضوع الاندوكراين الى ان يثبت العكس. كل موضوع مواضيع الكارديولوجي الى ان يثبت العكس. حاجات تانية احنا مش بنألف فيها ولا اللي انت بتقعد بس انا قصدي عادي، في حاجات ممكن تمشي معاك، المريض ممكن ما يموتش منك، ممكن ما يحصلش لخبطه. لكن في حاجات يا جماعه لو انت اديتها هتلخبط الدنيا، وفي حاجات غير قابله للاجتهاد لازم تمشي طبقا للجايد لاينز او البروتوكول اللي في المكان اللي حضرتك فيه. الناس اللي سامعاني بوضوح تكتب رقم واحد. نخفف بقى الموضوع شويه، نتكلم عن موضوع سهل. ليه بيستكسس؟ الرعاف او النزيف عن طريق الانف. اتفقنا اي حاله طوارئ تيجي لحضرتك لازم اي بي سي. يعني ايه اي بي سي؟ يعني العيان ده جنرال انا هدفي الرئيسي في الطوارئ يا جماعه مش علاج المريض ان يحصل له كومبليت ريكفري. هدفي الرئيسي في الطوارئ ان انا انقذ حياة المريض ثم اي حاجة تانية. تاني، هدفي الرئيسي في اي حالة طوارئ او انا موجود في الطوارئ ان انقذ حياة المريض. المريض بس يبقى عايش، نفسه شغال، تمام، نفس طالع ونفس خارج زي ما بيقولوا، القلب بتاعه شغال، مجرى النفس مفتوح، وبعد كده اشوف اي حاجة تانية. ماشي كده؟ اي قاعدة يا جماعة او اي مريض طوارئ الاي بي سي اساسي. رقم اتنين، فيتال ساينس وراندوم. هتلاقي نفسك يعني ايه حوطت 90% من الحاجات المشاكل اللي انت ممكن تكون مقابلها. تاني، اي عيان طوارئ اي بي سي اتاكد انه بيتنفس ونفسه مفتوح، مفيش اي obstruction ولا حاجه، تمام. رقم اتنين او رقم واحد، احنا حتى بنقول بقينا الوقت يقول سي اي بي اللي هو بنشوف سيركيليشن الاول، تمام، لان في دراسات كتير وقالت انك لو لقيت سيركيليشن واقف وبدات السي بي ار، فرص رجوع المريض بتبقى اسرع من لسه بقى هتشوف مش عارف ايه، حتى لو فيها فرق كام ثانيه، فيها فرق كام ثانيه. ابدا بالسيركيليشن. عشان كده نقول اي بي سي من باب بس ايه سرعه خفيفه على لساننا، بس هي سي اي بي دلوقتي السيركيليشن بين هي الاولويه ان احنا نبدا الاول، تمام كده. بعد كده الاير واي، بعد كده بريسك، تمام. رقم اتنين، فيتال ساينز وراندوم. ده اي مريض طوارئ هتلاقي الدنيا خلاص، المريض ده سكره تمام، ما بيموتش دلوقتي بهايبوجلايسيميا، وده ضغطه مش عارف تمام، ما عندوش شوك، والريسبيراتوري ريت بتاعه تمام او البلس بتاعه تمام، ما عنديش اي حاجه تخوفني انه دخل في شوك، او مثلا ما فيش بلس خالص، او ان في اريزميا، واخد بالك؟ حاجات بسيطه بس ايه هتفك لك معظم حالات الطوارئ. اي بي سي، فيتال ساينس، راندوم. خلينا نتكلم بقى على الابستكس. اول حاجه اعمل لي اي بي سي. رقم اتنين الفيتال ساينس، واهمها موضوع الضغط. هستفيد ايه من الضغط في مريض الابستكسس؟ مريض الابستكسس لا يخلو من ثلاث حاجات بالنسبه لضغطه. اول حاجه ان كان عنده بليدنج عنيف، قعد ينزف 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 لحد ما دخل في هايبوتنشن مع الوقت لا قدر الله. وخصوصا لو عندنا بقى ارتري او فيسل ضايع خالص والدنيا بايظه مني خالص، وزي ما هنشوف في الاخر الحالات دي طبعا بتبقى اي بي سي وفيرست ايد زي ما هنشوف، وبتحولها ده ممكن يخش منك في شوك. فده اول سيناريو، هدفي ان انا اشوف المريض ده اتأثر بالنزيف اللي عنده ولا حاجة بسيطة وده الحمد لله معظم حياته وخلاص، أو إن ضغطه عالي. إيه علاقة ضغطه عالي؟ أيوه، ما هو أصلا مريض هايبرتنسيف. ركز معايا، سواء إن هو دايجنوز إن هو هايبرتنسيف وكلنا عارفين، تمام، أو إن ساعات بيجي لك كفيرست برزنتيشن هو أصلا مريض ضغط ومش عارف. اتنين الاخر يجيله صداع، يجيله دوخه، بس هو ياخد بقى ايه، واحده بنادول، واحده بقى كوفين، عمال يعك، عمال يلخبط، وخلاص مسكنات وخلاص، ما دورش ان يدور على سبب الصداع، تمام. ففي مره من المرات ايه حصل له نزيف في الانف، فجالنا جاي يشتري بقى مش عارف ايه، وجاي يعمل ايه مناخيره وجيوب الانفيه. تعالى يا حاجه بس نشوف ضغطك. طلع ضغطه مثلا ايه 200 على 100 ولا حاجه. فده اصلا يبقى فيرست برزنتيشن ان المريض ده مريض ضغط. فقصته دلوقتي مش ان انت تديله الادويه اللي بقولها لك في الفيرست ايد، لا، قصته انك تخفف الضغط زي ما هنتكلم ان شاء الله في محاضره هايبرتنسيف كرايسيس بالتفصيل ان شاء الله. فاذا انا هستفيد منه لو هايبوتنسيف، وطبعا لازم اعمل له اي بي سي واعلق له محلول، تمام، وخصوصا نورمال سلاين.
رقم اتنين ان يكون هايبرتنسيف، وده كمشكله من مشاكل الضغط العالي. رقم ثلاثة ودي كتير جدا الحمد لله ومعظم الحالات، ان يكون نورموتنسيف ضغطه زي الفل، ما عندناش اي مشكله خالص. عملنا اي بي سي، عملنا شفنا الفيتال ساينس، تمام كده، تمام. وبعد كده نفكر بقى في الاسباب. هي ايه اكتر الاسباب او اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل ابستكسس، اللي ممكن المريض يخليه ينزف عن طريق الانف؟ اول حاجه تروما، تمام. تروما ان هو اتخبط، عمل حادثه، كان ماشي. في ناس بتعمل ابواب ازاز كده، حصلت معايا مره، اللي هو ايه، باب ازاز، هو باب ازاز شفاف من ناحيتين، فانت تروح مكمل زي وتروح داخل. فهتلاقي ممكن بعض الحالات ممكن لا قدر الله يحصل فيها تروما، ممكن يحصل ابستكسس، تمام كده. فالشاهد ان تروما اشهر الاسباب، تمام. رقم اتنين انفلاماتوري كوزس، ودي برضو سبب شائع جدا جدا جدا، وبتحصل كتير في الاطفال وفي الادلت برضو، ودي بتخوف البيشنت او بتخوف طفل سواء ادلت او طفل، اللي هو بيلاقي المخدة عليها كام نقطة دم، او يقول لك يا دكتور انا كنت بستخدم المنديل لقيت المنديل عليه كام نقطة دم، فيبقى جاي خايف ولا اي حاجة خالص. ده هي بس مع شوية التهابات، راينايتس كده ولا حاجة، التهابات في الجيوب الأنفية، او الطبقة المخاطية، بقول للمريض كده، وده فعلا اللي بيحصل، الطبقة المخاطية للأنف اتجرحت نتيجة الالتهابات ولا حاجة، ولا أي حاجة خالص. طبعا شوف الفيتال ساينس بتاعته، وشوف الموضوع الريكارنس بتاعته أخباره إيه، وشوف في بليدنج درجته قد ايه، تمام، عمال ينزف ينزف من ناحيتين والموضوع شديد، ولا الموضوع بس كام نقطة في المنديل او على المخدة مثلا، ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، تمام كده. طبعا بعد ما اخد الهيستوري واطمن، ده عنده جيوب انفية، ده عنده الرجيك رانيتس، ده كان عنده دور برد، ولا اي حاجة، اطمن، باخد لهاش حاجة، تم اعمل ولا اي حاجة خالص، طالما هي نقطة ونقطتين ولا اي حاجة، دي سيلف ليميتد، مش هنحتاج لها اي حاجة، تمام. رقم ثلاثة سيستميك كوزس، ده المريض هو اصلا هايبرتنسيف زي ما احنا قلنا في المقدمة، ممكن ضغطه عالي، ده كومبليكيشن او كان مشكلة من مشاكل الضغط العالي، تمام. او في عنده بليدنج ديس اوردرز، المريض بقى مش مشكلته بس ان هو عنده بيستكسس، لا، ده هو عنده بيتيكي، في نزيف تحت الجلد عامل زي بقع كده، البيتيكي المعروفة، لا ده هي عندها فاجينال بليدنج، لا ده هو عنده بليدنج من اكتر من مكان، بليدنج بالريكتم، وعنده ابستكسس، وعنده بقع كده البيتيكي، لا ده احنا عندنا بقى بليدنج ديس اوردرز، احنا محتاجين بقى نعمل كواجيليشن بروفايل. اه يعني كده معنى كده ان اي مريض بقى عنده ابستكسس نعمل له كواجيليشن؟ ما قلناش الكلام ده. المريض بتاع يا جماعة بتاع النقطة والنقطتين ده والمنديل اللي نقطتين دم، أو صحي مرة مرتين في حياته لقى نقطتين دم على المخدة، ده يا جماعة هيستوري كويس، تمام، و هيلثي education، وخصوصا في موضوع البيكنج، الباد هابت بتاع بعض البيشنت، وخصوصا حتى موجوده في، مش فاكر امبوس او اب تو ديت، قال لك ان هي موست كومن في الاطفال، ده تقريبا موست كومن كوز، اللي هو الطفل سوري بيلعب في الانف باصابعه، فبالتالي بيعور الانف من الداخل، فبتنزل دم. ف زيها زي اي وند، بيبتدي يعمل طبقه بسيطه عشان يحصل هيلينج، فالباد هابت للاسف عند الطفل مستمره، فيعور نفسه تاني، فالمكان يجيب دم تاني او ممكن اكتر، فنفضل في دايره مفرغه، والام عمال من دكتور اي ان تي لدكتور ان تي، او دكتور اطفال لدكتور اطفال، وعماله تديله مش عارف ايه عشان يقوي جدران الشعراء، وهقول لك بعض الحاجات، بس انا قصدي مش ده العلاج الاساسي. انت الهيستوري دي باد هابت يا جماعه نمنعها، خلاص الموضوع خلص، ماشي، عشان ما الناس تقعد تجري ورا الوهم في الاخر السبب بسيط. فبالتالي البيكينج ديت تقريبا موست كومن كوز لموضوع الابستكسس، وخصوصا في موضوع الاطفال، وعند بعض الادلت اللي عندهم الباد هابت ديت، تمام. فورين بودي، وخصوصا في الاطفال، وغالبا بتبقى يونيلاترال، الطفل مثلا خد لعبه ولا خد حاجه دخلها جوه الانف، فبنلاقي يوم ولا التاني في افرازات اوفنسيف ريحتها مش حلوه، واحيانا بتكون مصحوبه بدم، وغالبا بتكون طبعا يونيلاترال من ناحيه واحده بس، فطبعا ده من اشهر برضو الاسباب. هعرف منين يا دكتور كل القصص اللي احنا قلناها دي؟
من الفيتال ساينس ومن الهيستوري. تمام. المريض بياخد انتي كاجولانت، او المريض بياخد ادويه انتي بليتلت بصفه عامه، زي الاسبرين او زي الكلوبيدوجريل اللي هو البلافيكس. اه، فهو بقى يحصل له بليدنج من حين للاخر، تمام، بعد مثلا ما بدأ ياخد اسبرين او حاجه، وده الحمد لله يعني مش اللي هو شائع بالجرعات البسيطه يعني. المريض عنده ليوكيميا، وطبعا مش مشكلته الوحيده ابيستكسس، يعني دي مشكله من ضمن مشاكل كتيره. فيتامين كي ديفيشنسي، كل الحاجات دي يا دكتور من ضمن الاسباب اللي مشهوره. طيب يا دكتور، عشان ما نلخبطش الدنيا، اشهر الحالات اللي هتجيلك في العياده ابيستكسس هي حالات البيكنج في الاطفال، تمام، وكرونيك ساينوسايتس وفيرال إلنس بصفه عامه، او الفيرال انفكشن في الاطفال والكبار. تمام. اشهر الحالات اللي هتجيلك في الطوارئ ابيستكسس هي حالات التروما. تمام. انا بقول لك مش كدراسات بقى وعندي ارقام، انا بقول لك ان براكتس اللي احنا بنشوفه يعني. حالات التروما، تمام كده، وحالات المرضى الهايبرتنسيف اللي جايين برعاف او بنزيف من الانف. ما هي الانفستيجيشنز اللي تتعمل؟ اول حاجه، الانفستيجيشنز دي مش بتتعمل روتين، ارجوك. مش اي حد السلام عليكم وانا عندي تعالى اعمل لنا شويه تحاليل. زي ما قلت لك الموضوع بسيط خالص، والريكارنس كل فين وفين، ولا تعمل تحاليل، وهتعملها هتلاقيها كويسه زي الفل. التحاليل بتاعت السي بي سي والكالكوليشن بروفايل بتعملها زي ما قلت لك لو الموضوع متكرر ومش لاقي له سبب، وخصوصا لو هو في بليدنج من اكتر من مكان. زي ما قلت لك في بيتيكي، في فاجينال بليدنج عند الفيميلز، في بليدنج بالريكتوم، في حاجات تدل ان في نزيف بصفه عامه من اماكن متعدده نتيجه وجود سيوله. تمام. فبتعمل بي تي وبي تي تي، والبي تي تي برضه، والسي بي سي عشان اشوف البليتلتس. تمام. ولو في تروما ممكن بعض الحالات بتحتاج تعمل بلين اكس راي نيزل بون على اللاترال فيو. تمام. طيب، خلاص يا دكتور، تمام، واسباب واضحه وظريفه ولطيفه. ازاي هتتصرف في الطوارئ؟ بصوا يا جماعه، المريض بتاع حالات الابيستكسس برضو الحمد لله غالب الحالات اللي هتجيلنا حالات هتبقى البسيطه الحمد لله، اللي هو ايه، اتخض، نزل كام نقطه مثلا، او ماسك المنديل وجاي لك في الطوارئ، والمنديل مثلا فيه لونه احمر من الدم، وهو حاليا ممكن يكون فيه بينزف حاجات بسيطة، أو إن هو جه بعد ما ده حصل بتلاقي مثلا جاي معاه اتنين تلاتة، الحق ده بينزف من مناخيره يا دكتور، نتصرف إزاي؟ أول حاجة اي بي سي، رقم اتنين فيتال ساينس، رقم تلاتة المريض لينينج فورورد، يميل براسه لقدام، ما يرجعش براسه ورا عشان ما يحصلوش اسبيريشن. تمام كده. يبقى المريض يا دكتور ايه، لينينج فورورد. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين بالنسبة لي يا جماعة احنا بدأنا، احنا موعدنا احنا بنتحرك بس في ربع ساعة اللي هي بتاع صلاة العشاء بس، لكن احنا ميعادنا كان الطبيعي قبل ما صلاة العشاء متأخر شوية من 10، حاليا شغالين 10 وربع يعني. وكل ما ان شاء الله الوقت يخش بقى والعشاء تبدر بنتحرك مع بعض، وبعلن في الجروب يعني، مش بتبقى مفاجأة يعني. لينينج فورورد. رقم اتنين، نيزل كومبريشن، يضغط على الأنف من ناحيتين لمدة 10 20 دقيقة. بفضل الله 70 80 او 70 90% من الحالات ده لوحده خلاص بيوقف البليدنج. الكومبريشن ده اصلا لوحده، النيزل كومبريشن ان يفضل ضاغط كده، ده في حد ذاته اصلا بيوقف البليدنج في اكتر تقريبا من 70 ل 90% من الحالات. ولكن في مرضى عملوا كده ولسه بينزفوا. تمام. فانا مبدئيا الصراحه مش هقول له استنى بعد تلت ساعه اعمل ايه، وخصوصا لو في بليدنج جامد شويه، بس بشرط المريض الجنرال كونديشن بتاعته زي الفل والدنيا تمام. اول حاجه بنستخدمها الزيلوميتازولين. الزيلوميتازولين اللي هو توبيكال دي كونجستنت، اللي هو اسمه التجاري المعروف اوتروفين. عندنا يا جماعه في ثلاثه اوتروفين، في ثلاث نقط اوتروفين. في اوتروفين بيبي سلاين او نورمال سلاين، دي مش بتاعتنا دلوقتي خالص، دي نورمال سلاين بتاعت الرضع والكلام دوت، او حتى مرطب للانف الكبار والصغير براحتنا نستخدمها اي عدد مرات، دي مش بتاعتنا دي. ولكن عندنا بقى اللي هي اسم الاتروفين اللي هي الزيلوميتازولين بقى، في منها للاطفال
وفي منها للادلت. ماشي كده. طيب بنعمل ايه يا دكتور؟ بنجيب قطعة من الشاش. عندك خيار من الاتنين، اما انك تستخدمها على طول دايركت، تحط نقط زي ما هي تتحط النقط العادية خالص، بس تتوصى شوية، تحط مثلا 5 7 نقط. وفي الطريقة الفعالة أكتر الصراحة، إن إحنا بنجيب قطعة من الشاش بنستخدمها زي فتيل، نبرمها كده أو نلفها ونغرقها أتروفين. ما تقلقش، حط عادي أتروفين. تمام، إحنا خفنا من أتروفين باللونج يوز، إنك تستخدمه أكتر من 5 ل7 أيام. ماشي كده. بتجيب مثلا خمس، بس برضه ما بقولكش حط اللازم، احنا برضه يا جماعه واحد يقول لي يا دكتور ما هو دوت ساعات بيحصل له ابسوربشن فبيوصل سيستميك، مش عارف اقول لك كلامك صح، انا هحط نص ازازه، لكن 5 7 نقط ما عندناش مشكله خالص. تمام، 5 7 نقط. وبتعملها زي فتيل كده، وبتحط واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي والناحيه دي، وبنخلي المريض يعمل نيزل كومبريشن بفضل الله 10 ل 20 دقيقه. مع الكومبريشن بتلاقي معظم الحالات الحمد لله البليدنج وقف. تمام. طيب ايه يا دكتور الحل التاني لو احنا الدنيا عندنا مش تمام؟ لو الدنيا عندنا مش تمام، ممكن ساعات بنستخدم امبولات الادرينالين. تمام. بتحط مثلا نص الامبول كده ولا حاجه على فتيل، وبتحطه كفتيل، وبرضه بتتابع بتشوف الاخبار. ايه طبعا موضوع الدايسنون امبول، مفيش دراسات لا في الواقع الصراحه ولا في المراجع على حد علم القاصر ان هو بيكون فعال في الموضوع ده. فاحنا شغلنا كله في الحاجات التوبيكال، هو الامبولات الادرينالين لو ما فيش تحسن بالزيلوميتازولين اللي هو الاوتروفين. يبقى اذا الاوتروفين رقم واحد، يليه الادرينالين. تمام. طيب يا دكتور، لا ده هو العيان هدومه مبلولة دم وعمال شغال لا، ده مش بتاعي، ده ما يقعدش معايا في الطوارئ. لا انا طبعا لو انت في المستشفى بتستدعي نايب الان تي، لان الطوارئ يا جماعه على كذا درجه. الطوارئ في انت في البي اتش سي او في مركز صحي، فانت عندك طوارئ، الحق ده اقرب مركز صحي، فالعيان بيخش لك على طول. وانت مثلا والدكتوره ودكتورتين ثلاثه كلكم مثلا ايه، عيادات. تمام. او في طوارئ تانية اللي هو ايه، بتاع مستوصف، اللي هو ايه كام عياده ومعمل، وفي دكتور ايه جي بي مثلا، او حتى دكتور تخصص طوارئ واقف في الطوارئ. تمام. يعني قصدي مش كل الطوارئ يا جماعه تكون مستشفيات، عشان واحد يقول لك احول العيان فين وهو اصلا عيان في المستشفى. لا مش كل الطوارئ انتوا فاهمين، بس معلش يعني بوضح اكتر. وفي بقى واحد راح المستشفى، واحد راح احمد ماهر، واحد راح القصر العيني مثلا، بتكلم عن مستشفيات القاهره الكبيره، واحد رايح عين شمس، واحد راح في اسكندريه مستشفى الجامعه بيسموها الميري. تمام كده. فهو لا، هناك في العفريت هناك من اول الجي بي والامتياز لحد ما نايب الطوارئ، لحد ممكن يجيب لك اخصائي ان تي ينزل يشوف الحاله. لو في حاله بليدنج مستمر مش هسيب برضو الحاله ضايعه كده، نعمل كومبريشن. تمام. وبنعمل موضوع الفتيل دوت عشان موضوع البليدنج، بنعلق للعيان اي في فلويد. وطبعا العيان غالبا لو الموضوع استمر خاف ان يخش مني في هايبوتنشن، فبعلق له محلول ملح لو ضغطه يسمح. تمام. وبيتم تحويله لو هو مش في المستشفى. لكن لو في المستشفى لا، بتستدعي له نايب طبعا الاي ان تي. تمام. لان في حاجات بتبقى بوستيريور لا بتبقى محتاجه كوترايزيشن، او بتبقى محتاجه كي. تمام. وفي حاجات بتبقى ادفانسد اكتر، وطبعا دي مش قصتك، دي تبع الاي ان تي، بس بكلمك كفيرست ايد ده تبعك. تمام. لان العيان اول ما هيروح غالبا هيجي في الطوارئ، مش هيروح للان تي الا لو حاله بقى كرونيك ورايح له في العياده. تمام. آه طيب يا دكتور، في بعض الحالات بيبقى الموضوع عندها متكرر، لازم تعمل هيلث اديوكيشن. موضوع البيكنج ما تتحركش المريض، تقول له موضوع ساعات الواحد الموضوع العبث في الانف عن طريق الاصابع، الموضوع بقى محرج انك تقعد تقول له كذا وكذا، فده ساعات بيكون سبب بيعمل بليدنج متكرر. موضوع الجيوب الانفيه، موضوع حساسيه الانف، موضوع الفيرال انفكشن، كل الحاجات ديت يا دكتور من ضمن الحاجات الشائعه. هيلث اديوكيشن عنها، ان ساعات هيلث اديوكيشن بيمنع الموضوع من اساسه. تمام. في بعض الناس يقول لك يا دكتور انا عملت كل ده، لا عندي حساسيه انف، ولا عندي جيوب انفيه، ولا كان عندي دور برد، ولا عندي موضوع البيكنج اللي حضرتك بتقوله لي دوت، ولا اتخبطت فيها، ولا اي حاجه، بس الموضوع من حين لاخر بيجي. طب بتنزف يا عم من اي مكان؟ لا. فمبدئيا، وعشان اكون امين معاكم، انا الكلام ده انا ما قراتوش في الجايد لاينز، ام براكتس، في بعض الادويه
اسمها روتا سي واخواتها والحاجات ديت، اللي هي ايه، مكملات غذائيه اكتر منها ادويه، اللي هي يقال ان هي بتقوي جدران شعيرات الشعيرات الدمويه في الانف. فبتقلل الموضوع ده. ممكن ياخد منه مثلا 3 مرات يوميا لمده 3 اسابيع. تمام، يعني ديت ان براكتس اجتهادا مننا بنكتبها وبنجيب نتيجه مع بعض المرضى مع علاج السبب ان وجد. اظن انا الجزء الاخير من المحاضره لا يتناسب مع الجزء الاول من المحاضره. مش عاوز ابوخ لكم المحاضره ولا ادخلكم في السنكوب النهارده. خلي السنكوب ان شاء الله يكون هو المحاضره بنشرحه كامل ان شاء الله بالتفصيل في المحاضره القادمه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اضافات قويه جدا بفضل الله تبقى موجوده الايام الجايه. بالمونري امبوليزم هيتشرح بالتفصيل ان شاء الله. الديزنيا تم رفعها على المنصه بفضل الله. حالات ابروتش حالات الديزنيا في الاي ار. وبفضل الله التحديثات يا جماعه اسمعوها، الناس اللي سمعت الدفعه القديمه. الهونك والدي كي مشروحين زي اكيوت كوروناري سندروم بتفاصيل التفاصيل. تمام. فالحاجات دي برضو تم رفعها على المنصه. واسالكم الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شكرا.